يعني كيف بدي خبركم انه هالشوربة عن جد كتير طيبة، بالاخص لما ضفت لها شوية لمسات خاصة وخلتها من ألذ ما يكون. انا التيتا سوسو، خليكم معي حتى نعمل شوربة ولا اسهل من هيك وبطعم لا يقاوم. وبسم الله يلا نبلش. بالبداية صدر دجاج وبدنا نقطعه بهالطريقة مثل ما عم تشوفوا قدامكم، شرحات صغيرة وبدنا نبهرهم. نص معلقة صغيرة كركم، نفس الشي فلفل أسود، بهار أبيض مشكل، وملح حسب الرغبة، وبحركهم مع بعض وبتركهم على جنب. وهلأ كمان بدنا نقطع الفطر شرحات بهالطريقة. وبصلة كبيرة ومنقطعها مكعبات صغيرة، و4 فصوص ثوم وملح ومنهرسهم. طنجرة على النار، منحط زبدة وزيت زيتون، وبس تذوب الزبدة ننزل الدجاج المبهر وبقليهم على نار عالية حتى ما ينشفوا معنا. وبس تقلوا منشيلهم ومنحطهم على جنب. وعلى نفس الزيت منزيد البصلات ومنقلبهم، ورشة ملح حتى يدبلوا، ومنضيف الثوم المهروس. وهلأ بنزل بالمكون الأساسي يلي هو الفطر وبقلبهم مع بعض، وبرشلهم نص معلقة صغيرة سبع بهارات. وهون الإضافة يلي بتعطيها النكهة المميزة، برش من جوز الطيب وكمان الزنجبيل. وبغطيهم وبتركهم شوي حتى يستوي الفطر، هو ما بياخد كتير وقت. وهلأ بعد ما استوى عنا الفطر منضيف معلقتين كبار من الطحين ومنحركهم شوي. ومننزل حوالي لتر من الحليب بالتدريج ومع التحريك. يا حبايب قلبي، نحن عن جد عم نتعب بالفيديوهات حتى نوصلكم أطيب الوصفات. بدي منكم تكتبوا لي بالتعليقات إذا عم تعجبكم فيديوهاتنا أو لا، ودعمكم لإلي كتير مهم وبيشجعني إني كفي. وهلأ بننزل الدجاج وتحريكة خفيفة مع بعض. وأخيراً منضيف معلقة كبيرة من مرقة الدجاج لتعزيز النكهة. وبنتركهم حتى يغلوا شغلة ال5 دقايق حتى يتسبكوا مع بعض. وهلأ شوربة الفطر صارت جاهزة للسكب. ومنزينها بالفطر المشوي والبقدونس.
وإذا بعدكم معنا وعجبكم الفيديو يا ريت تكتبوا لنا بالتعليقات وتحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد، وشكرا من القلب.